السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناتي بحييكم ولكم مني مليون تحية. ويلا نصلي على النبي، كل من له نبي صلى عليه وصلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده انا بسلق لحم، طبعا المية بتغلي بنقوم ساقطين فيها اللحم. دي طريقة. وفي طريقة تانية اللي بنشوح بمعلقة سمنة وبعدين نحط اللحمة في السمنة وبعدين نحط عليها المية المغلية. لكن هنا بنغلي المية وبعدين نسقط اللحمة ونحط عليها، نحط بقى طماطمايه وبصلايه وعود قرفة والحبهان والورق اللوري، وبعدين اسيبها تغلي براحتها. ده بعد الميه بتغلي بنسقط الحاجه دي كلها ونسيبها، وساعه ما تغلي بنوطي عليها ونسيبها. الحله التانية دي حطيت فيها برضو ميه مغليه، حطيت فيها ملح ونزلت بالمكرونه الاقلام، كيسين مكرونه او كيلو مكرونه سلقتها عشان هنعمل صينيه مكرونه بشاميل. يبقى احنا كده بنسلق لحمه وسلقنا مكرونه. عبال ما المكرونه تتسلق كنت غاسله فرختين هنقطعهم صغيرين كده او شيش. طبعا العزومه اللي فاتت او في رمضان كنت عامله الفراخ دي معاكم. هعملها برضو النهارده لان جاي له ضيوف كده عزاز على قلبي. هم اخواتي وحبايبي ويعتبروا سلايفي برضو، وجايين لي مش من بلدي، جايين من بلد تانية. وطبعا الحلو كله هنعمله لهم ان شاء الله. يبقى سلقنا اللحمه، سلقنا المكرونه، قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره، يعني حوالي النص، حوالي 7 قطع، يعني عشان اعملها شيش هعملها مشويه في الفرن. هعمل التتبيله بقى، حطيت ميه البصل، حطيت الزبادي، حطيت الصويا صوص، حطيت الدبس الرمان. هنحط برضو مستردة، هحط خل وليمون والزيت. التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل، ولو عندك بابريكا حطي. حطيت شطة، كزبرة، بهارات فراخ، كاري. كل البهارات اللي عندك تنفع للفراخ تتحط مع الزبادي ومية البصل حطيت معلقتين صلصة. لو ما عندكيش صلصة حطي طماطم مبشورة. تمام. دي التتبيله بتاعتنا، وحطينا بقى البهارات زي ما قلت لكم مع الصويا صوص والدبس الرمان المسترد والخل والليمون زي ما انتم شايفين كده. وحطيت الشطه شطه. التوابل هقولها تاني: ملح وفلفل وبابريكا، فلفل اسود، بهارات فراخ، كاري. وبعدين هبدأ بقى اتبل الفراخ زي ما انتم شايفين كده مع الخل والليمون. كل الحاجات دي لو عندك قرفه وجنزبيل حطي، بس بهارات الفراخ بتغني كده. انا قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده قطع صغيره، وغسلتها كويس وصفيت ميه اللي في الطبق. وبدات ان انا اعمل ادوار كده من قطع الفراخ واتبلها، عشان ما شاء الله كانوا فرختين كبار مش صغيرين. وبرضو عملت فتحات في قطع اللحمه كده، وعند مفاصل العظم لازم تعملي عند مفاصل العظم كده تفتحي بالسكينه، والدبوسه فتحت فيها وكل حاجه عشان التتبيله تتوغل كده في اللحم وتديها طعم وتبقى تحفه كده وجميله. هنشويها في الفرن ونطلعها من الفرن نعمل لها فحميه وتبقى زي المشويه بتاعت بره بالظبط. انا عملتها قبل كده في عزومه وبرضو بكررها واعتمدتها بصراحه. الفراخ المشويه الشيش ديت تحفه، يعني احسن من السليم. وكي سلقت اللحمه زي ما انتم شايفين كده، وفي الحله اللي هناك دي غليت لبن وسلقت المكرونه وصفيتها في المصفى. هنا بقى هنعمل البشاميل. حطيت زيت وسمنه، وبعد ما يقدحوا كويس جدا هننزل بالدقيق. طبعا الدقيق حسب كميه المكرونه اللي انت عاملاها، يعني الكيس الصغير اللي بيعمل صينيه صغيره او نص كيلو مكرونه غير الكيلو مكرونه. انا عامله كيلو مكرونه كيسين كبار، فعامله حوالي 10 معالق دقيق. فزودت السمنه والزيت ونزلت بقى بعد ما يقدح معايا قوي، بنزل بالدقيق كده. بحب احوره بالطريقه دي. في طريقه تانية للبشاميل او تجيب البشاميل الجاهز وتعمليه، بس انا بصراحه عشان بعرف اعمل البشاميل بالطريقه دي فانا بعمله، وما شاء الله بيطلع معايا تحفه وجميل. بعد ما الزيت بيقدح معايا والسمنه، لو عندك زبده ماشي مع الزيت، سمنه بلدي ماشي، السمنه الموجوده عندك. بحور فيها الدقيق كده ويبقى منغلل مع السمنه كده زي ما انتم شايفين، وياخد اللون الاصفر او الذهبي يعني ما يغمقش معانا. نزلت باللبن، ده كيلو لبن وعلى كمية الدقيق ديت زودت كمان مية مغلية. في ناس بتحط شوربة، بس انا بصراحة برضو بحب المية المغلية. تمام. وبحط بقى علبة زبادي، عندك كريمة لباني حطي، كريمة طهي حطي. بتديكي كثافة كده ويبقى دسم معاكي. انا حطيت علبة زبادي وحطيت جبنة موتزاريلا. عندك برضو آه، ج- يعني جبن مشكلة حطي، اللي هي الميكس جبن دي اللي هي اللي بتبقى موتزاريلا وشيدر ورومي حطي. انا حاطه موتزاريلا هي اللي عندي. حطيت ملح وفلفل، شعرة فلفل اسود، وظبطت الشوربه بتاعتي برضو حطيت لها الملح والفلفل.
كده اللحمه كانت استوت، فظبطت ملحها وحطيت لها الملح والفلفل الاسود مع البشاميل. كده البشاميل اللي بظبط ملحه برده زي ما انتم شايفين كده، وبقلبه لحد ما اوصل للسمك اللي انا عايزاه. انا لا عايزاه خفيف ولا بعمله تقيل، بعمله وسط كده حلو، وبيخش مع المكرونه. بوريكم ان اللحمه استوت اهي، عشان كده حطيت لها الملح والفلفل. البشاميل اللي بيبقى معايا ايه وسط زي ما انتم شايفين كده. فاحنا كده ايه وصلنا للبشاميل. وكده الجبنه الموتزاريلا كانت منها جامده، مطلعاها من الفريزر، غابت عبال ما فكت في البشاميل، بس فكت. الطاسه دي عملت فيها بصلايه حمراء، وحطيت عليها قرن فلفل، ولو عندك فلفل حامي حطي، انا حاطه فلفل اخضر بارد. عندك واحد كده حامي لو بتحب السبايسي حطي. حطيت طماطم، حطيت ملح وفلفل وبهارات مشكله، وعملت صلصه كده. كان عندي كفته فمش عايزه ارميها. ممكن انت تقولي ما احنا هناكلها تاني يوم، لا انا دخلتها في مكرونه بشاميل بصراحه. قطعتها زي ما انتم شايفين كده، كان عندي ازيد من ربع كيلو، انا كنت عامله نص كيلو وكان ففاض. فبدل ما ارميها قلت اعملها ايه، زي المعصجه كده، وادخلها في المكرونه البشاميل. ممكن تعملي بقى مكرونه بشاميل، تعملي رقاق، تعملي جلاش، استفيدي بالحاجه اللي عندك، بدل ما اجيب واعمل جديد واسيب دي مركونه. فعملت لها الصلصه ديت، البصل بالطماطم بالفلفل بالبهارات كده، وظبطتها. وحطيت لها برده كوبايه ميه صغيره كده، عشان تبقى ايه مشكشكه معايا كده في المكرونه زي ما انتم شايفين كده. وظبطي ملحها برده، ولا عايزاها سبايسي زي ما قلت لك، يا قرن فلفل حامي يا الفلفل الاسود برده بيقضي الغرض. تمام. يبقى كده خلصنا حاجه المكرونه البشاميل اهوت. هنبدا نرصها. وسلقنا اللحم وتبلنا الفراخ لحد كده بقى زي الحلوين كده. ابداوا اعملوا لايك كده، واللي بيشوفني لاول مره يخش ويشترك في القناه ويشجعنا كده، عشان ايه قناتنا تكبر بيكم ان شاء الله. كده هبدا ارص بقى صينيه المكرونه. انا بحط من تحت بشاميل كده طبقه يعني بسيطه، وببدا اخد نص المكرونه احط عليها بشاميل، واحطها كطبقه، وبعدين اللحمه المفرومه في النص، وبعدين ايه اعمل بقيه كميه المكرونه الطبقه التانية. طيب جيت في مره في فيديو عملت معاكم في الطبقه دي حطيت فيها ايه لحمه مفرومه. لو عندك كميه اللحمه المفرومه كتير حطي مع الطبقه دي، يعني مع البشاميل والمكرونه دي حطي معلقتين ولا حاجه بشاميل، بتديها طعم إيه لحمه مفرومه بتديها طعم حلو. بس افرضي قليله، يعني عامله ربع كيلو لحمه وعايزه تعملي صينيه كبيره، او دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه برضو الناس بقت لما نفسها شويه، فلموا نفسكم في المصاريف شويه في الغلا اللي احنا فيه ده. فانا قمت حطاها طبقه في النص بس زي ما انتم شايفين كده، وعملت ايه طبقه مكرونه، والطبقه التانية بالبشاميل بس، ما ضفتلهاش لحمه مفرومه. هنحط بقى الطبقه التانية، بضيف عليها البشاميل. طبعا البشاميل بتاعنا يعني مدينه ميكس كده، اللبن مع الزبادي مع الجبنه الموتزاريلا، تحفه بصراحه، وريحه وطعم جميل. حطيت الطبقه التانية اهو بالبشاميل، وبقيه البشاميل اللي هنقوم حاطينه على الوش عشان نعمل طبقه جميله فوق. طبعا ما انتش محتاجه بقى تحطي على الوش جبن ولا بيض ولا الكلام ده. هتشوفي دلوقتي الوش طالع تحفه وجميل، ولا وش الرز المعمر. والله العظيم انا لا بحط له بيض زي ما انتم شايفين كده، ولا بضيف اي اضافات. هو البشاميل اللي عملته معاكم وبحطه من فوق، واعتمدته على كده، ومش هزود لا بيض ولا هحط جبن من فوق، كفايه اللي احنا حاطينه في البشاميل. كده خلصت صينيه المكرونه، كنت قايده الفرن بقى دخلتها تستوي. طبعا هي احنا بنديها بس من فوق ومن تحت كده، واول ما الوش بيحمر بنخرج، او الوش زي ما انت عايزه كده بقى، زي ما هتشوف هطلعه دلوقتي. في الحله دي بقى حطيت سمنه، قلت اعمل حبه خضار. طبعا احترت، قلت اعمل خضار ايه بسله وكوسه مش عارفه ايه، وفي الاخر قلت والله العامله كله مع بعضه، واعمل لهم ترلي خضار ايه مشكل مع بعضه كده. حطيت البصلايه دوبك اتدبلت في السمنه، طبعا حطينا سمنه بلدي. نزلت بالطماطم بعد ما صفيتها، هي كنت ضربه نص شفشق طماطم كده، وصفيته ونزلت بيه على البصلايه. اول ما يتشكشك معايا بقى هنزل بالخضار ونتبله، ونبقى عاملين حبه ايه خضار مشكل كده، او تورلي جميل كده. ممكن تحطي فيه لحمه وممكن لا، يعني براحتك. كده كانت الطماطم اتسبكت معايا وطلعت سمنتها من فوق ازاي. كده احنا وصلنا للمرحله اللي انت تنزلي فيها الخضار، بسله بقى اي نوع خضار انت عايزاه. بس هنا قلت لكم الناس دي عزاز عليا جدا، فعملت لهم خضار مشكل انا مفرزاه. فانا حطيت البسله والجزر، وزودت جزر، وحطيت الفاصوليا. طبعا بعد ما فكت انا طلعتهم من الفريزر وفكيتهم زي ما وريتكم كده. ودي الكوسه اهيت، يبقى بسله وجزر، وحطيت فاصوليا، وحطيت ايه كوسه. تمام. هزود الشوربه بقى عشان حاجتي تستوي، طبعا الحاجات دي مفرزه فهتاخد سوا شويه. والكوسه اتهرت وكانت جميله، لا مجلده ولا اي حاجه، وربنا. شوفي الخضار، يعني الحاجه برضو ما بتفرزيها بتلاقيها. انا عشان الناس ده عزاز عليا ما عملتلهمش نوع خضار بس، ممكن كنت عملت بسله بس وكوسه بس، وعملت خضار مشكل عشان ما نبقاش محتارين.
كده انا فاضل بس في الخضار المشكل انا هضيف البطاطس، ودي هسيبها في الاخر عشان ايه الخضار ياخد السوا بتاعه. كده كانت المكرونه بدات بقى ايه تاخد اللون معايا، قلت ايه اظبط صينيه الفراخ. طبعا الفراخ خدت معايا دورين لان ما شاء الله كانوا فرختين كبار، فاتاخدوا على مرتين. بص الشبكه يا دوبك واخده بالزياده، وفاضل كمان دور هتشوفوه دلوقتي. كده طلعت المكرونه اهي، ولا حط لها بيض ولا جبن ولا اي حاجه. شفتوا الوش عامل ازاي، ولا وش الرز المعمر. كده بقى الخضار كان استوى معايا اهو، هوريكم كل حاجه مستويه ازاي. طبعا في المرحله دي بقى هنزل البطاطس، هصفي ميتها اهوت، كنت مقطعاها مكعبات وحطها في ميه. هنزل بيها بعد ما اصفي ميتها، واحط الملح والفلفل الاسود وبس على كده. وده كان الخضار بتاعي او التورلي الخضار. شايفين طعمه وريحته كان تحفه، كان معسل والله العظيم ما شاء الله. كده طلعت المكرونه ودخلت الفراخ اول دور، وبعدين هعمل كمان دور. وعملت الخضار نقلته ووطيت عليه، وقلت اعمل حبه ايه لسان عصفور. تمام. عملت اللسان العصفور طبعا حمرته في سمنه ونزلت عليه بالشوربه، واظبط الملح والفلفل وخلاص على كده. يعني بنحط السمنه ونحمره ياخد اللون الدهبي وننزل عليه بالشوربه، وتظبط الملح والفلفل الاسود للشوربه. هنا بقى في الحله دي هعمل بقى رز بسمتي، عشان هعمل الصواني زي حضرموت كده اللي هي صواني المندي او على قد يعني. بصراحه تحفه برضو في العزايم، وشكلها جميل وشكلها بتشرف، فاعتمدتها برضو. والناس دي زي ما قلت لكم عزاز عليا، اخواتي وحبايبي وسلايفي. حطيت بقى السمنه، انا حطيت زيت. الرز البسمتي بحط له زيت، وجايبه له البهارات دي من العطار. انا عملتها معاكم قبل كده، بتجيبها من عند العطار تقول له بهارات الرز البسمتي. وبحط كركم برضو، ولو ما جبتهاش بتحطي الحبهان، وبتحطي الليمون اللومي، قرفه، بتحطي ورق لوري، بتحطي الكركم او بودرة زعفران. وبعدين بتحط الرز بعد ما كده ينغلي في الزيت كده. والرز انا بغسله، وبعدين بتضيف على كوبايه الرز كوبايه ونص ميه مغليه. كوبايه الرز البسمتي بعد ما اغسله بحط له كوبايه ونص ميه، بتحسبيهم بقى وتحطيهم. وبعد ما يغلي كده ويتشكشك كده معاكي يشرب ميته، بتوطي عليه وتسيبيه. اول دوره هو طلع معانا الفراخ المشويه زي ما انتم شايفين كده. بحاول اطلعها لانها سخنه جدا، والفرن طبعا قايد معايا، فهطلعها بسرعه مش هستنى ان تبرد. وهحطها في الصينيه ديت واغطيها. بصي الفراخ مش راضيه تطلع لسه ماسكه في الشبكه. بحاول اطلعها، ووريتكم الحته اللي هي مستويه دي ان الفراخ مستويه. واحط الدور التاني بقى ايه من الفراخ، وادخلها الفرن برضو تشوي معانا. ما شاء الله كانت كتير، فالشبكه ما كانتش واخداهم. عملتهم على دورين وحطيتهم في الصينيه دي. وبعدين ايه هعمل لهم ايه الفحمايه. تمام. كده الفراخ المشويه او الشيش فراخ مشويه الشيش دخلتها الفرن بقى. ده تاني دور. كان الرز اهوت بقى بيغلي. اول ما يشرب ميته هوطي عليه زي ما قلت لكم، يبقى كوبايه الرز عليها كوبايه ونص ميه مغليه. دي طشه هعملها للخضار. هحط سمنه، دي سمنه بلدي، وحطيت توم، وحطيت له كزبره، وهطشها للخضار بتاعي، بتديله ريحه وطعم تحفه. سواء بسله بس كوسه بس، الطشه دي بتديله تحفه يعني، ريحه كده وطعم تحفه، ويبقى معسل وجميل وريحته حلوه. يلا شوفي الخضار وشوفي وشه تحفه. يلا كده اهو تقومي مديله تقليبه ومغطياه. اي خضار اعمليه هتديكي ريحه جميله. كده الرز كان شرب ميته وطيت عليه. كده حاجتنا هي اتخلصت ومستنيه ضيوفي بقى. اول ما يجوا هظبط اكلي بقى واغرفه، وهتشوفوه دلوقتي. تحفه 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 بالهنا والشفا ليهم. بصوا الرز كل حاجتنا سخنه على الغرف. هنبدا بقى نعمل الفحمايه، وهعمل اللحمه. طبعا الفراخ ده عامل لها فحم وهتشه. بصوا المكرونه وشها عامل ازاي تحفه. لكل بناتي اعتمدوا الطريقه ديت، يعني هتريحكم، ولا تحطي بيض ولا زفاره ولا جبن ولا اي تكلفه. كده اللحمه بقى بدات احمرها في زيت زي ما انتم شايفين كده. حمرتها الاول وبعدين رجعتها الطاسه. عملت لها، انا كان عندي ميه التتبيله اللي بيشوفني قبل كده، ميه التتبيله اللحمه المشويه من المسلوقه دي اهيت. بتضربي بصل وثوم وفلفل، بصل وثوم وفلفل وطماطم، بتضربهم كويس في الخلاط ببق ميه، وتحط لهم ملح وفلفل وبابريكا وليمون وخل، وتصفيها وتاخدي الميه دي. الميه بس انا كانت عندي في التلاجة فاستغلتها بصراحه. بس انا قلت لكم عليها بصل وثوم وطماطم وفلفل وملح وفلفل اسود والخل والليمون. كده بدات اعمل الفحم اهوت. حطيت الفحم تحتها، وحطيت الفحم في
فراخ، وده كان اكلنا ويا رب يكون عجبكم. وسلطه الدقوس ده كنت عاملاه قبل كده بنفس الطريقه، بتزودي برضو على التتبيله ديت كزبره. وكده استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.